السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا معكم من جديد بمعلومات اللي هي مهمة بالنسبة للإخوان والأخوات اللي ملؤوا الطلبات ديالهم في نوفمبر، في شهر 11 الشهر كامل كان الملء ديال الطلبات أو لا بريكومبيلاسيوني ديال الطلبات. الناس ملأت الدوسيات ديالهم والكونطرات ديالهم. يعني هاد الناس هادو يعني غنشارك معكم واحد المعلومه اللي هي ضروريه، وكذلك غادي نجاوبوا على بعض التساؤلات ديالكم، لانه بزاف ديال الاخوان والاخوات مازال يعني يلاه ناويين يدفعوا، يلاه ولاو كيسمعوا بزاف ديال المعلومات ما عارفينش يعني المراحل ديال القانون كيفاش يعني كتم الاجراءات ديال القانون. لهذا هذه هي الغايه من هذه القناه، باش اننا نوصل لكم المعلومه. لهذا ما تنسوش اللايكات ديالكم وتفعلوا الزر الاحمر سبسكرايب باش دائما توصلوا بجميع المعلومات. اول حاجه بالنسبه لهذا الاخ اللي كيسول، السلام اختي، بالنسبه للباترون دفع ليا في شهر 11 2024، واش الا خرجات الكونطرا في شهر جوج هو اللي غادي يشد ليا الرونديفو؟ يعني هذا سؤال مهم ضروري خاصنا نجاوبوا عليه باش الاخ يعرف اشنو كاين. بالنسبه للكونطرات اللي تملؤوا في شهر 11 2024، يعني في هذا التاريخ هذا كان غير الملء ديال الطلبات. يعني ضروري ان واحد بغى يدفع في شهر جوج، يعني الدفيع حتى شهر جوج، ان الكونطرا ديالك مازال ما دفعاتش، كان غير مجرد ملء ديال الطلب. ومن الضروري اي واحد بغى يدفع في شهر جوج خاصو يملأ الطلب ديالو في شهر 11. الطلب ديالك تملأ في شهر 11 يعني مزيان. الكليك داي غيكون ان شاء الله في شهر جوج. مني ان شاء الله غيكون الكليك داي في شهر جوج، يعني كل واحد على حساب الكونطر اللي عندك. كان عقد عمل اللي هو غير موسمي غادي يدفع لك 5 في شهر جوج مع 9 بالضبط. الكليك داي لينفيو ديال الطلب او الارسال ديال الطلب مع 9 بالضبط. ومن بعد كيتبعوه اصحاب الكونطرات اللي هي في البادانتي في الدوميستيكو. هاد الناس هادو كذلك العاملات ديال المنازل راه كيدفعوا فيه رجال ونساء. غولف اي بادانتي، هاد الناس هادو غادي يدفعوا نهار 7 في شهر جوج. الكليك داي ديالهم غادي يكون كذلك مع 9، ولكن الدفع غيكون 7 في شهر جوج مع 9 بالضبط. وعاد يعني اخر كليك داي هو غيكون ان شاء الله 12 في شهر جوج. العقود العمل اللي هي موسميه في الفلاحه والسياحه والفندقه غيكون كذلك الكليك داي عندهم مع 9 بالضبط، ولكن غيدفعوا مع نهار 7 في شهر جوج. يعني الامور كلها واضحه ومبسطه. مني غادي يعني يكون هاد الكليك داي ان شاء الله غادي يخرج لك الروسي ديالك خلال 24 ساعه من بعد الكليك داي هو كتعني انه داك الطلب ديالك تم الارسال ديالو، ترسل. هذاك هو الكليك داي. هادشي هو المقصود من الكليك داي، لانني كنحاول انني نوضح اكثر. بالنسبه لهاد الكونطرات اللي غيدفعوا في التواريخ اللي ذكرنا معاكم، من بعد كيخرج الروسي خلال 24 ساعه، وممكن ان الباترون يدير ليه سكرين ويرسلوا لك باش انك تشوفوا. يعني مساله اللي هي ضروريه ومساله اللي هي عاديه. بالنسبه كذلك لهاد الناس هادو اللي غادي يدفعوا ان شاء الله في شهر جوج، عاد ديك الساعه من وراها غيبدا الاصدار ديال الكونطرات. من بعد 20 يوم كيبداو يخرجوا الكونطرات. واول كونطرات كيبداو يخرجوا هما الكونطرات اللي هما في الفلاحه والسياحه والفندقه، هادو هما الاولين اللي كيبداو يخرجوا. عاد كيبداو من وراهم كذلك البادانتي ويعني والعقود العمل اللي هي غير موسميه. هاد جوج الانواع يعني هما اللي يبداو يخرجوا كذلك من بعد. بالنسبه لهاد الناس اللي ملؤوا في شهر 11، معلومه اللي بغيت نشارك معكم ضروريه، لانه بزاف ديال الناس كانوا تواصلوا معايا، كاين اللي عنده الباسبور ما واضحش او غلط في ناقص واحد الحرف زيد حرف ديال الجواز ديال السفر، النوميرو ديال الباسبورتو. بزاف ديال المعلومات حاولوا انكم
تفليو البراتيكا. والباترون أو لأنه بزاف ديال الناس اللي كاينين هنا في إيطاليا دافعين العائلات ديالهم في المغرب، ضروري أنكم نتوما اللي دفعتوا بالسبيد أو الكاف اللي المكتب اللي مكلف ليكم، راه ضروري تأكدوا أنه يدخل يشوف البراتيكا في هذا التاريخ ديال 13 في شهر واحد، راه ما بقى والو. يعني حتى 19 في شهر واحد هاد المده غادي تحل فيها السيت نهار 13 وغيتسد نهار 19 في شهر واحد. عندكم هاد المده ديال 6 ايام، ضروري تدخلوا تشوفوا البراتيكا ديالكم. الناس اللي عندهم نقص في اي وثيقه ما كانتش موجوده يلاه يعني خرجات ليهم ايدونيتا الوجاتيفا، يعني اي حاجه. الباترون كذلك عنده كذلك واحد الوثيقه اللي هي ناقصه، ضروري يضيفها. ولكن بالنسبه الناس اللي تسجلوا في شهر 11، اما الناس اللي يلا غيدخلوا يتسجلوا في هذا القانون من جديد او ناويين يدفعوا، ما عندهمش الحق يدخلوا، لانهم اصلا ما غاديش تطلع عليهم يعني السيت ما غيعطيهمش انهم يدخلوا باش يملؤوا الطلب ديالهم لاول مره. السيت غادي تفتح غير الناس اللي ديجا مسجله، اللي هي اللي عندها الحق تدخل باش يعني تكمل لا كومبيلاتسيوني ديال لا دوماندا، باش انها تكون موجوده لينفيو، باش تكون موجوده الكليك داي اللي غيكون في شهر 2. هاد التاريخ راه تاريخ جد مهم، ضروري اننا نشوفوا يعني البراتيكا ديالنا. واحد الاخت قالت لك انا مني حطات لانهم كيطلبوا لكم حتى انكم تقوموا بالتحميل ديال الباسبورتو. واحد الاخت حطات الباسبور ديالها ما واضحش، يعني الصوره جات ما واضحاش باهته، يعني المعلومات ما كتبانش باش انها تكون مطابقه مع المعلومات اللي تملات في الخانات اللي كانت قبل. يعني كيحطوا معلومات في الخانات، وكتحطي كذلك حتى الفوتوكوبي ديال الباسبور كتقومي بالتحميل ديالو. حاولوا انكم هاد الناس هادو اللي عندهم وثائق ما واضحاش، ضروري انكم لاسيفيراتسيوني ايدونيتا الوجاتيفا، العبار ديال الدار، الورقه ديال السكن، الباسبور، يعني كذلك حتى الدوكومنتو ديال الباترون، حتى هما يكونوا واضحين باش يكونوا منطابقين مع داكشي اللي تملأ قبل، لانه كتحط وثائق وخانات كذلك حتى هي كتعمر، باش هكا يكونتروليو هنا وهنا، وتكون الامور كلها ميسره، وتكون الامور موجوده. الكليك داي ان شاء الله في شهر 2 ما بقى والو. الكليك داي على الابواب، الله يسر الجميع والله يفرح كل واحد كيتمنى شي حاجه. واللي ما حالفوش الحق في هذا الكليك داي ديال شهر 2 وما ملأش الطلب ديالو في شهر 11، مازال قوانين اخرى ان شاء الله على الابواب ودفعوا، يعني فيها خير. الا ما دفعتيش في هذا القانون مازال الايام الله طويله، والله يسر لكم والله يسر الجميع. وما تنسوش اللايكات ديالكم، وكذلك تفعلوا الزر الاحمر سبسكرايب باش دائما تواصلوا باي جديد. ومرحبا بتساؤلاتكم.